السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في أبديت الأربعاء. حدث تيم الأسبوع هذا هو التي ار تي جي، ولله الحمد أنا وتيم نوتا خلصنا الحدث بالكامل. خلصناه قبل نهاية الحدث تقريبا بأربع ساعات. الحين ما سويت كليم ريورد لبطاقة الإليت جون سينا، ولا سويت الكليم لبطاقة فين بالر الألتيميت. حلو. أنا ألاحظ أنهم شايلين الحركة هذه بس رجعوها الحين. ولله الحمد أبدعنا بالحدث هذا وخلصناه قبل أربع ساعات بشكل غير متوقع. بالنسبة للشباب المشاركين ما شاء الله عليه، ريان المرة وجاب 700 نقطة، سالم 530، نوتا 520، اكس اكس تعوب 460، علي 435، عيسى 405، ضيف 340، مودو 280، حمد 205، ارتيم 120. هذا شغل الشباب في حدث التي ار تي جي. شيء ثاني بالابديت هذا اللي هو الكينج اوف ذا رينج. قبل شوي خلص الكينج اوف ذا رينج، طبعا داخل انا كينج اوف ذا رينج شو يسمى اليت، وللاسف هزمت هزيمة النكراء بالسيمي فاينل. خلنا الحين نشوف الجوائز مع بعض. جوائز طبعا 2 هاردند، راندوم هاردند، هذا اسمه جو، وكلهم ان اكس تي. هذا ناكامورا. ان شاء الله استفيد منهم كثير بموضوع الفيوجن. على طار فيوجن، الحلقة اللي راحت اللي مسحت كان خلص فيها فيوجن الاليت، فانا شفت الاليت بعدين كملت خليته يكمل الفيوجن الالتيميت. وان شاء الله بالحلقة الجاية بإذن الله، حلقة يوم الاثنين، راح افتح بطاقة فيوجن اليت او الالتيميت بإذن الله. خلصنا الحين من حدث التيم، وخلصنا من كينج اوف ذا رينج. خلونا نتكلم عن موضوع جلitch. امس انا نزلت مقطع جلitch زين يوم الاثنين. اليوم الثلاثاء انا قاعد اسجل الحين يوم الثلاثاء طبعا. اليوم الثلاثاء وقفوا الجلitch، وجو لم كثيرين الحين. اول كانوا يسبوني ليش ما اقول جلitch، الحين العكس يسبوني ليش قلت جلitch، وشتايم وسب وكل شيء. يا جماعة الخير، كل اللي شافوا الحلقة حقت جليتش كلهم معليش قبل شوي من الحماس طفى الجوال ووقف التسجيل. نرجع لكلامنا يا جماعة. كل اللي شافوا الحلقة حقت جليتش اللي فيها شرح جليتش 500 تقريبا و23 واحد زين. نص ال 523 واحد ذولا كانوا اصلا عارفين جليتش قبل. خلينا نقول اللي ما كانوا عارفين جليتش قبل 300 واحد زين. ال300 ذولا بالنسبة لمستخدمين اللعبة ما يشكلون أي شيء، يعني مش رقم تافه. يعني مستخدمين اللعبة بالملايين، فوق المليون أكيد. فعشان 300 واحد عرفوا جلitch اللعبة راح تسكر جلitch، مستحيل. وجلitch مشهور من زمان، يعني له 8 شهور على الأقل، له 8 شهور، يمكن له سنة بعد. ف ترى ما مو بالضرورة انه يعني عشانهم وقفوه بعد يوم من تنزيل الحلقة انه بسبب الحلقة. ما اتوقع نهائيا، يعني احتمال ضعيف جدا جدا جدا، يعني ما اتوقع نهائيا، لانه العدد لا يذكر. يعني 300 واحد عرفوا جلتش بعدين خلاص وقفوه. يعني من اول وين؟ ترى اكثر الناس كانوا عارفين جلتش اصلا، يعني قبل ما اقوله انا كانوا عارفين اصلا جلتش. فاللي يلوموني على انه قلت جلتش ليش تقول وانا السبب، انت السبب اللي بسبب توقف جلتش، وضعكم خاطئ صراحة. انا ما مو بس اللي وقفوا جلتش، كانوا مخططين انهم يوقفون جلتش وقفوه. طبعا حتى الان ما وقفوا جلتش على الايفون على فكرة، وقفوا على الاندرويد. حتى الان الايفون ما وقفوا، لكن راح يوقفونه قريب اتوقع. شيء ثاني، واحد من الشباب يقول امسح الحلقة، وهذا اضحك شيء صراحة. يعني اذا مسحت الحلقة بيرجعون جلتش مثلا اللعبة ولا شو النظام؟ يقول لي راح امسح الحلقة الحين حقت الشرح. المهم، فهذا حبيت اوضحه يعني بنهاية الابديت، انه يا جماعة امكانية انهم وقفوا جلتش بسبب حلقتي اليامس إمكانية ما تعدى 0.00000.0.0.0.1 قل، يعني مستحيلة صراحة. هذا اللي كنت بقوله. هو أتمنى الأبديت نال على إعجابكم ورضاكم، وشكرا. بعد كم ساعة من تسجيل المقطع اللي قبل شوي شفتوه، دخلت على الماني ذا بانك زين،
وجيت وضغطت باي، وطلع عندي تحت هنا فيه اعلان. استغربت صراحة يعني شلون اعلان وتو ما قلت يمكن انه خلص اليوم بدا يوم جديد فيعطونك اعلانات طبيعي يعني. جيتك وخلصت كل الاعلانات. اول ما خلصت الاعلانات رحت سويت جلتش، رجعت ولقيت اعلانات، يعني الجلتش نجح. قلت لا يمكن الموضوع فيه خطأ، الموضوع فيه خطأ. جيت وجربت لعبت وجربت جلتش مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة، 5 مرات، وبكل مرة يشتغل معي جلتش بالضبط. يعني يا جماعة جلتش رجع، لأن الكلام اللي تو انسوه، الجلتش رجع. ما ادري خطأ من الشركة ولا الشركة رجعوه بطريقة يعني بسبب ما، انا ما ادري، لكن الجلتش حتى الان تسجيلي هاللحظة الجلتش موجود، وجربته 5 مرات زي ما قلت لكم. هذا الإضافة الأخيرة بس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.